السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا لنهار اليوم كيكة البرتقال. بما أن في فصل البرتقال البرتقال متواجد بكثرة، راح نعمل كيكة في هذا القالب. أنا بعد ما دهنته بالقليل من الزبدة أو الزيت وحطيت له طحين هكذا في كل الأوجه باش ما يتلصقش الكيكة تاعنا في الجدار. نحتاج مقدار حبتين من البرتقال يكونوا هكذا مقطعين عادي بالقشر تاعهم. نحتاج ملعقة من فانيلا، بيضتين، ملعقة من الخميرة الكيميائية أو ما يعادل 10 غرام، قرصة من الملح، معنا نصف كأس من السكر، نصف كأس من الزيت، وعندنا طحين مقدار كأسين. هذا العبر اللي عبرنا به الزيت نعبروا به الطحين كأسين. راح نحط كلش في الجهاز، ولما نخلطوهم كلهم مع بعضهم نحطهم في فرن مسخن 180 درجة. تطيب معنا الكيكة من تحت ومن بعد تطيب معنا من فوق وبعدها تكون جاهزة. وهذه هي الوصفة اللي كنا حطيناها في الخلاط مع بعض. كل المكونات حطيناها في الخلاط، يعني سهلة حتى في طريقة العمل، يعني مش راح تعبوا حالكم كثير. هاي طلعت ما شاء الله مشربة، شربناها بخليط هذا خليط البرتقال الطبيعي مع سكر مسحوق. حطيناها، تقدروا تعملوها حتى تسقوا بها هكذا على الوجه. اوكي، شوفوا كيفاش طالعه رائعه، تكون مشربه مليح مع طعم البرتقال حتى داخل الوصفه، لان الوصفه اصلها برتقال. اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، كيكه البرتقال المشربه. ان شاء الله تعملوها وتنجح معكم الوصفه وتنال اعجابكم. يلا سلام.